حسب وسائل الإعلام، تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر حول قضية الصورة الموجودة في الملف الجزائري المقدم لليونسكو، وهي صورة القفطان المغربي، وبالتحديد قفطان النطع الفاسي. وقد شرعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل مؤخرا في الإجراءات القانونية، ودفع هذا التصرف الجزائري الوزارة المغربية إلى التواصل مع مندوبية المغرب لدى اليونسكو للتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا التشويه للتراث المغربي، لسحب الصورة الخاطئة والوصف الذي يرافقها في الملف الجزائري، وتقديم شكوى للجنة التقييم التابعة لليونسكو. وتهدف هذه الخطوة لسحب الصورة المستخدمة ضمن الملف الجزائري وتصحيح المعلومة الخاطئة التي تم تضمينها تحتها دون التأثير على اسم الملف نفسه. الجدير بالذكر أن المغرب قد قدم ملف القفطان للتسجيل في قائمة التراث اللامادي لدى اليونسكو منذ شهرين، وسيدافع بقوة عن حق هذا الزي التقليدي المغربي في أن يعترف به رسميا كتراث للبلاد. وحسب قوانين اليونسكو تسنح الفرصة للدول كل سنتين لتقديم طلبات تسجيل التراث اللامادي، وفي سنة 2021 تم تسجيل التبوريدة المغربية، بينما في العام الذي يليه لم يكن للمغرب الحق في التقديم. وبناء على قانون اليونسكو ستكون الفرصة متاحة لتسجيل فن الملحون في العام الحالي، وأما تسجيل القفطان فمن المتوقع أن يتم في سنة 2025. وقد أطلق ناشطون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالاستخدام الجزائر لصورة قفطان نطع الفاسي في ملف التراث الخاص بهم لدى اليونسكو، داعين إلى سحبها والدفاع بشراسة عن التراث المغربي من المحاولات المتكررة للسرقة وتصحيح جميع المغالطات في الموضوع.